خربها أردوغان وحط الخبر وولع الدنيا والناس كلها تسأل. إن شاء الله أقول لكم أخبار حلوة، أخبار أكيدة اللي تتمنون تسمعونها إن شاء الله يا رب العالمين. قولوا يا رب، ترى كلنا نبي نجامل، كلنا نبي ندعي له مثل هذول يا إخوانه الإماراتيين، ضحي غلفان وزيم يوسف والناس ذي اللي تدعي له. ترى حنا راح ندعي له بس بالدعاء اللي يستحقه. في البداية خليني أقول لك إن كل نفس ذائقة الموت، لكن في أرواح تتمنى إنها ما تذوق الموت، تتمنى إنها تتمنى الموت مو تذوقه، تتمنى الموت ولا تطوله. ليش؟ من اللي سووه في البشر وفي خلق الله في الساعات الأخيرة وفي الفضاء الرقمي. كله يغلي، السوشيال ميديا تولعت مثل النار في الهشيم، والناس تتداول همسا وهمسا ثقيلا، ونبرة خوف في الإمارات وأسئلة مكتومة عن الحالة الصحية لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. أخبار تنتقل بسرعة الضوء بين تغريدة وبين بوست وهمسة وتسريب ومصدر مجهول، وكل شيء يدور حول سؤال واحد، سؤال واحد كبير ما له تفسير، ما ينقال بصوت عالي لكن يتكرر في العقول. وش اللي صاير في الإمارات بالضبط؟ وش حقيقة اللي قاعد يصير خلف الأبواب المغلقة في أبو ظبي؟ المشهد مو طبيعي، الصمت ثقيل، والفراغ الإعلامي أكبر من مجرد تأخير بيان، وكل شيء يوحي إن في شيء أكبر من مجرد إشاعة عابرة. البداية كانت من شرارة صغيرة، لكن فجرت ضجة كبيرة لما طلع بيان رسمي من الرئاسة التركية يقول إن رجب طيب أردوغان أجرى اتصال هاتفي للاطمئنان على صحة محمد بن زايد بعد وعكة صحية. خبر بسيط في ظاهره لكن ثقيل في معناه، لأن لغة البيانات الرئاسية ما تطلع عبث، وكل كلمة محسوبة بالميزان الذهبي في عالم السياسة. لكن الصدمة ما كانت في البيان نفسه، كانت في اللي صار بعده بدقايق بعد ما نزل البيان. وش اللي صار؟ حذف مفاجئ صامت بلا تفسير بلا توضيح بلا اعتذار، كأن البيان ما نزل أصلا، وكأن أحد ضغط زر حذف ديليت مو بس من المنصة بل من المشهد كله. وهنا بدأ الشك، هل كان الخبر غير دقيق ولا انكشف شيء ما كان من المفروض يطلع للإعلام، ولا كانت غلطة بروتوكولية كشفت معلومة حساسة قبل أوانها؟ الصمت التركي هنا صار أبلغ من الكلام، والحذف صار رسالة بحد ذاته. وبينما الناس لسه تستوعب الصدمة الأولى، تطلع علامات ثانية أكثر حساسية وأكثر دلالة. زيارة رئيس وزراء اليونان اللي كانت مجدولة رسميا إلى أبو ظبي للقاء محمد بن زايد، زيارة محسوبة، جدول دبلوماسي، ترتيبات بروتوكولية، استقبال رسمي، صور، بيانات، كل شيء جاهز. وفجأة في اللحظات الأخيرة خبر متداول عن تأجيل الزيارة بدون شرح واضح، بدون مؤتمر صحفي، بدون تصريح مباشر. وبعدها تطلع وكالة الأنباء الإماراتية وتقول عن خبر اتصال هاتفي بين محمد بن زايد وبين رئيس الوزراء اللي كان المفروض يزوره، حديث عن علاقات ثنائية وتعاون وشراكات، لكن ولا كلمة عن الزيارة، ولا حرف ولا سطر عن التأجيل، ولا أي إشارة لأي ظرف صحي. وكأن الموضوع ما صار، وكأن الاتصال مجرد تغطية دبلوماسية ناعمة لغياب الظهور الميداني. بلغة السياسة، صورة هاتفية بدل صورة جسدية. وبعدها تجي العلامة الثالثة الأخطر في لغة البروتوكول السياسي، أخطر ظهور رسمي موثق بالصور والفيديو لمحمد ابن زايد كان قبل يومين فقط، أثناء استقباله لأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في أبو ظبي. مشهد طبيعي، استقبال رسمي، كاميرات، ابتسامات، مصافحة، رسائل سياسية واضحة، وبعدها فراغ.
اختفى عن المشهد، لا زيارات، لا اجتماعات علنية، لا فعاليات، لا صور، لا فيديوهات، فقط اتصالات هاتفية فقط، برقيات، أخبار مكتوبة. وفي عرف السياسة خصوصا وقت الأزمات الاتصال الهاتفي ما يعتبر دليل حضور، بل يستخدم كبديل مؤقت في حالات الغياب الصحي أو الطارئ السيادي. ثم بعد ذلك يدخل عامل السوشيال ميديا، وهنا تبدأ الإشارة الرمزية الثقيلة. حسابات إماراتية معروفة، مؤثرين مقربين من الدوائر الرسمية ومقربين من حكام الإمارات، لغة واحدة فجأة تنتشر، دعاء مكثف، اللهم اشفه، اللهم بلغنا رمضان ورئيسنا بصحة وعافية، اللهم احفظ قائدنا. نبرة مو معتادة في الخطاب اليومي. اللي كانوا أول يطلعون يبجحون يتكلمون على خلق الله، ما يخلون لا جريفة ولا عفيفة، ما يخلون لأحد. الحين لغة انكثار، ترى الكل يبي يدعي لابن زايد. المصريين يبي يدعون لابن زايد، اليمنيين يبي يدعون لابن زايد، السودانيين يبي يدعون لابن زايد، الليبيين يبي يدعون لابن زايد. كل دولة خربتها السياسات اللي كان حاطط فيها ايده محمد ابن زايد، في سوريا، في العراق، كل دولة ما سلمت اي دولة. ترى حان وقت رد الجميل، الناس تبي ترد الجميل له. فخلنا ندعي معكم يا الاماراتيين مثل ما كنتوا تدعون له. وكأن اللي كان يقولونه الاماراتيين في البوستات والتغريدات، اللهم اشفه والله قومه بالسلامة، كأنها حملة وجدانية غير معلنة توحي بوجود قلق داخلي في الإمارات. الحقيقة الناس تبي تجاملك يا ابن زايد. المشكلة ما هو بهني، المشكلة في نفس الوقت في تصاعد زايد واضح في الإشادة بدور ولي العهد خالد ابن محمد ابن زايد، وأبرز حركاته وش سوى وأبرز مواقفه وتسليط الضوء على نشاطه وحضوره وصوره وأخباره. وفي علم السياسة الخليجية هذا النوع من الخطاب ما يجي عبث، بل غالبا يكون جزء من تهيئة نفسية وطمأنة للرأي العام في حال وجود أي طارئ قيادي محتمل. نبي ندعو لك يا ابن زايد، طمنون عليه. وبين هذا كله تطلع أخطر الروايات، فرضيات تتداولها حسابات معارضة ومصادر استخباراتية مفتوحة المصدر، كلام عن جلطة دماغية، عن نقل العناية المركزة، عن وضع صحي حرج، أخبار بلا مصادر طبية، بلا بيانات رسمية، بلا توثيق، لكنها تنتشر لأن الفراغ الرسمي يسمح لها تكبر وتنتشر بين الناس. ومعروف في السياسة الإماراتية أن الصمت يستخدم كأداة إدارة أزمات، إلى أن يتم ترتيب المشهد الداخلي بالكامل قبل أي إعلان رسمي، سواء بالنفي أو التوضيح أو الإقرار. المشهد كامل اليوم مو خبر واحد ولا إشاعة واحدة، هو سلسلة مؤشرات، مصادفات زمنية، صمت رسمي، حذف بيانات، تأجيل زيارات، غياب، ظهور، لغة دعاء جماعية، إبراز وريث سياسي ولي عهد، وتداول فرضيات طبية، كلها تصنع حالة غموض ثقيلة، حالة انتظار، حالة ترقب، حالة سؤال مكتوم في صدر الشارع الخليجي والعربي. هل نحن أمام وعكة صحية عابرة، ولا أمام أزمة سيادية تدار بهدوء خلف الستار، ولا مجرد تضخيم إعلامي لفراغ بروتوكولي؟ الحقيقة الوحيدة الثابتة حتى اللحظة، لا يوجد أي بيان رسمي إماراتي يؤكد أو ينفي بشكل قاطع، ولا يوجد ظهور علني يكسر دائرة الشك، ولا يوجد تصريح مباشر من الديوان الرئاسي. وكل شيء معلق بين الصمت والانتظار، بين الإشاعة واليقين، بين الغموض والحقيقة. وفي عالم السياسة الغموض ما يكون فراغ، الغموض يكون رسالة، ويكون أداة، ويكون مرحلة انتقالية، ويكون اختبار أعصاب للرأي العام، إلى أن تظهر الحقيقة، إما بظهور علني يقطع الشك باليقين،
أو بيان رسمي شفاف يضع النقط على الحروف، أو بإدارة هادئة للمشهد تعيد ترتيب الصورة كاملة. لكن إلى أن يصير هذا تبقى القصة مفتوحة، والسؤال معلق، والمشهد مشحون، والناس تترقب، والإعلام يراقب، والتاريخ يسجل لحظة غموض سياسي ثقيلة في قلب أبو ظبي. وقبل أن أختم خلني أقول لك أبرز إنجازات محمد بن زايد. شفت ليبيا دي كانت من أغنى الشعوب وأطيب الشعوب ودار أمان وديرة أمن. شوف الحين كيف صارت. تبي تعرف أكثر؟ تبي تعرف أكثر اللي سواه؟ شوف اليمن، أطيب البلاد وأحلاها وأجملها قبل ابن زايد، شوف كيف صارت. شوف الحين كيف صارت. شوف كيف أول كانت بلاد الخضرة والينابيع الحين يقطعون في بعض، واليمني كان ما يهون على اليمني، دخل بينهم أهان اليمني على اليمني. شوف السودان، البلد الطيب الأمين، الشعب الطيب اللي قاعد في بلاده قاعد أمين، فجأة دخل وحط ايده في دولتهم، تشردوا في العالم. الرجل تبي تعرف إنجازات أكثر؟ شوف وش سوى في سوريا. شوف حط يده في إيد بشار وشتت الشعب السوري. رجال حتى في العراق خان العراقيين. رجال ما له أمان. شوف كيف لما دخل مصر. شوف الحين مصر وش صارت وكيف صارت. رجل خبيث. هل الحين تنفعك حلفائك؟ شوف غزة، شوف الخيانة اللي سواها في غزة. هل حلفائك يقدروا يبعدونك من الموت أو يحمونك؟ ترى الموت حق، احسبها. الموت كل نفس راح تذوقه، ما في مهرب من الموت، ما في إنسان مخلد. حليفك ما راح ينجيك من الموت. خربها أردوغان وحط الخبر وولع الدنيا والناس كلها تسأل. في نهاية الفيديو إذا أنت مو مشترك في القناة فحياك الله اشترك ويانا، إن شاء الله أقول لكم أخبار حلوة، أخبار أكيدة اللي تتمنون تسمعونها إن شاء الله يا رب العالمين. قولوا يا رب. ترى كلنا نبي نجامل، كلنا نبي ندعي له مثل هذول يا إخوانه الإماراتيين، ضحي خلفان، وسيم يوسف، والناس ذي اللي تدعي له. ترى حنا راح ندعي له بس بالدعاء اللي يستحقه.